سمعهوس. انا جاي اتكلم النهارده عن الاسطوره زلاتان ابراهيموفيتش. انت تعرف ان ابرا كان خلاص هيمضي الارسنال؟ لا وكمان طبعوا له التيشيرت بتاعه بالرقم 9. طب هل نادي ارسنال هو اللي رفض ابراهيموفيتش ولا ابراهيموفيتش هو اللي رفض ارسنال؟ ما تيجي نعرف الحكايه دي. صلى على النبي. في سنه 2000 ايام ما كان ابراهيموفيتش بيلعب في السويد مع فريق ماليمو السويد، وكان عنده وقتها 16 سنه، وقال السويدي ابراهيموفيتش لشبكه سكاي سبورتس الايطاليه انه سافر الى لندن علشان يحضر ميعاد مع ارسن فينجر واللي كان مدرب ارسنال وقتها، وطلب ارسن فينجر من زلاتان ان هو يعمل فتره معايشه مع الجانرز فريق ارسنال قبل ما ينضم بشكل رسمي، حاجه كده زي الاختبارات يعني. طبعا ابراهيموفيتش ما عجبوش الكلام ده خالص، ما انتوا عارفينه بقى، فقال لارسن فينجر ان زلاتان لا يخضع للاختبارات. والله قالوا كده، فاما التوقيع معي او الرحيل لانني لا احب ان اضيع وقت. تخيل طفل عنده 16 سنه وبيتكلم بالطريقه دي مع ارسن فينجر. ملوش حل ابراهيموفيتش. قال ابراهيموفيتش انه ما كانش متوقع خالص اللي هيطلبه منه ارسن فينجر، وانه هيوقع معاه على طول وهيدخله مع الفريق كمان على طول. ولما اتسال عن سبب رفضه للاختبارات قال انه وقتها كان عنده ثقه في نفسه كبيره جدا بالرغم من سنه الصغير وقتها، وقال كمان ان هو كان في ذهنه ان هو اقوى وافضل لاعب في العالم. لا ومش بس كده، ده كمان مفيش حد احسن منه، يعني هو مش من الافضل، لا ده هو الافضل. السؤال ده بقى ليك انت، هل انت شايف ان ابراهيموفيتش من افضل المهاجمين على مر تاريخ اللعبه ولا لا؟ يا ريت تكتبوا لي في التعليقات، هتابع كل تعليقاتكم وهرد عليها. صح ثواني، لا تختبروا ابراهيموفيتش فانه لا يخضع للاختبار. سلام.